بكم فيديو جديد. كنتمنى تكونوا بخير وفي احسن الاحوال. بالنسبه للقضيه ديال اليوم، الحكم النهائي ديالها كان في تاريخ 10 دجنبير 2024، يعني يلاه دازت 20 يوم على القضيه، وانا متاكد بانها غتعجبكم وفيها عبره للبنات والدراري اللي كيقراو في الجامعات. وفي نفس الوقت بلا ما نطولوا عليكم اكثر ونحرق لكم المراحل، يلا نبداو الاحداث ديال القصه ديالنا. في ابريل 2023 كانوا شي وحدين دايزين في لوطوروت ديال الطريق الصحراويه اللي كتأدي لمدينه العبور، هادشي طبعا في دوله مصر. فجاه كيبان ليهم واحد مرمي في جنب الطريق، وبغاو يقدموا ليه المساعده. نزلوا من الطوموبيل، مشاو يشوفوا شنو واقع، وهنا كيتفاجئوا بانها جثه ديال واحد الشاب اللي كان تقريبا مذبوح، وكانوا عنده طعنات في الصدر، في الكتاف، في العنق ديالو. اتصلوا بالبوليس وعلموهم بهذا الشيء اللي شافوه، وتسناوهم في عين المكان حتى جاو عندهم. والمعاينه الاولى للجثه كتبان بانها كترجع لواحد الشاب في اوائل العشرينات. القاتل كان كيحاول يفصل الراس على الجسد، وكانوا عنده طعنات على مستوى الكتفين والصدر، طعنات اللي كانت كثيره ومتقاربه. من بعد ما كملوا المعاين ديال الجثه، قلبوا الجيوبه ديال السروال ديالو، ديال الفوق ديالو، ديال الضحيه، ولكن ما لقاو حتى شي وثيقه اللي كتثبت الهويه ديالو. صيفطوا الجثه للتشريح، طبعا تشريح طبي. جابوا الكلاب البوليسيه، بداو كيقلبوا في مسرح الجريمه لعل وعسى يلقاو شي دليل اللي ممكن يفيدهم في البحث، ولكن ما لقاو فيه حتى شي حاجه اللي ممكن تفيدهم. المكان اللي تلقات فيه الجثه ما كانوش فيه اثار ديال الدم، مع ان الضحيه كانوا عنده طعنات كثار، وهذا الشيء كيبين باللي القاتل قتلوه في بلاصه اخرى ونقلوا منها ولاحوا في هذه الطريق الصحراويه باش يموه البحث. خرجت النتائج ديال التشريح الطبي اللي كتقول بانه ما كايناش نهائيا محاوله ديال فصل الراس عن الجسد، وانما القاتل بقى كيضرب في الضحيه في عنقه طعنات اللي كانت كثيره ومتقاربه وعميقه، لدرجه انك الا شفتيها غضن بانه كان كيحاول يذبحه. زائد ان الطعنات كانت من جوانب مختلفه، وحتى القوه والعمق كان مختلف بشكل اللي هو كبير، وهادشي كيبين بان ربما الجريمة ترتكبت من طرف جوج الأشخاص. أما بالنسبة لوقت الوفاة فكان قبل 14 ساعة على وجود الجثة في مسرح الجريمة. قضية كتبان بأنها صعيبة ومعقدة، لأن البلاصة اللي تلقات فيها الجثة ما لقاوش فيها حتى شي دليل اللي ممكن يفيدهم في البحث. زائد أن البوليس لحد الآن ما قدروش أنهم يتوصلوا للهوية ديال الضحية، وخا خداو البصمات ديالو ما قدروش أنهم يتعرفوا عليه. واش لانه ما عندوش بطاقه هويه، ام انه عنده جنسيه اخرى؟ هادشي اللي غنعرفوه في اطوار البحث. المهم البوليس اول حاجه بداو بها هي انهم رجعوا للكاميرات ديال المراقبه اللي كانت قبل من لوطوروس، لان الطريق اللي تلقات فيها الجثات ديال الضحيه ما كانوش فيها الكاميرات اللي قلبوها، ولقاو بان الوقت اللي رجحوا فيه ان كانت فيه الجثه وتحطت في البلاصه دازوا بزاف ديال الطوموبيلات اللي كبير، فما يمكنش اليوم انهم يستدعيو واحد بواحد ويبداو يبحثوا معاه. زائد ان لي ماتريكول ديال الطوموبيلات ما كانوش باينين مزيان، وهنا بداو كيفكروا انهم بداو يقلبوا بلاغات الاختفاء. الا ان المهمه كانت صعيبه، نظرا لان الطرق اللي تلقات فيها الجثه ديال الضحيه كانت كدير بزاف ديال الطرق، من ضمنهم بورسعيد، محافظه الشرقيه، محافظه الاسماعيليه والسويس. وهذا الشيء كيصعب عليهم المأموريه، لانهم خاصهم يقلبوا في بلاغات الاختفاء اللي كاينه في هذه المناطق كامله على الشباب اللي في اوائل العشرينات، لان نظرا لان النتائج ديال التشريح الطبي بينت بان الضحيه العمر ديالو بين 21 حتى ل 25. بداو كيقلبوا في البلاغات اللي لقاو بان الاغلب ديالهم كترجع للبنات، والشباب الذكور كانت قليله بزاف. وللاسف هذه العمليه كامله ما نفعتهم بوالو، وخلات منهم وقت بزاف. وبعد اسبوع تقريبا البوليس كيتوصلوا بواحد المكالمه من مركز اخر، قال لهم بلي مؤخرا توصلوا بواحد البلاغ اللي كان طابق فيه نفس المواصفات ديال الضحيه، وبانه هاد يومين باش جاو عندهم شي شباب قالوا لهم باللي صاحبهم تقريبا هادي اسبوع هو غابر وما عرفوش فين مشى، مع العلم انه من جنسيه مختلفه ساكن معهم في الدار. وهذا التوقيت اللي غبر فيه راه ديال الامتحانات، فما يمكنش انه يغبر ويتغيب بدون سابق انذار، فكانوا شاكين باللي ممكن تكون وقعت ليه شي حاجه. زائد ملي طبقوا
او طابقوا البلاغ اللي كاين عندهم مع المواصفات اللي كانوا عند البوليس المتكلفين بالقضيه، لقاو بانه كاين تشابه كبير، وهذا الشيء هو اللي خلاهم يتواصلوا معه. المهم البوليس خداو هذاك البلاغ اللي كانوا فيه المعلومات الشخصيه ديال المختفي وحتى الصوره ديالو، قارنوه مع الصوره ديال الضحيه، ولقاو بانه فعلا كاين تشابه كبير. تواصلوا مع اصحابه اللي حطوا في حقه بلاغ الاختفاء، وطلبوا منهم انه يجيو عندهم مستودع الاموات باش يشوفوا الجثه ويتعرفوا عليها ويأكدوا لهم واش بصح هو. وفعلا من اللي شافوه قدروا انهم يتعرفوا عليه، وقالوا فعلا هذا هو صاحبهم عباس الذي او اللي كيقرا معاهم في كليه الطب. الضحيه سميتو عباس، مقيم في مصر مؤقتا، وجا ليها باش يكمل قرايته في تخصص الطب، وبالضبط في جامعه عين الشمس. البوليس من بعد ما قدروا انهم يتعرفوا على الهويه ديالو بداو ابحاثهم من الجامعه، خصوصا مع اصحابه الناس اللي مقربين ليه، باش يعرفوا واش كانوا عنده شي مشاكل او عداوه مع شي شخص اللي ربما بغى ينتقم منه. وبداو كيبحثوا مع اصحابه سواء من البنات ولا الدراري، واحد بواحد، الناس اللي قرابين ليه اللي كيقراو معاه وحتى اللي كانوا كيسكنوا معاه في الدار، وما لقاو عندهم حتى شي حاجه اللي ممكن انها تفيدهم في البحث، سوى ان عباس كان في علاقه غراميه مع واحد البنت اللي حتى هي كانت عراقيه واللي الاسم ديالها فاطمه. علاقتهم كانت معروفه في الجامعه كامله، ما كانوش كيتفارقوا مع بعضياتهم، وكل شيء كان كيقول بانهم غيتزوجوا من بعد استدعوا فاطمه. وبداو كيبحثوا معها. فعلا ما نكراتش علاقتها بعباس، قالت باللي كانت بيناتهم علاقه غراميه وكانوا كيبغيو بعضياتهم، ولكن هذه شهرين باش تفارقوا، ومن هذيك الساعات ما بقاش تواصلات معه وما بقاش عارفه عليه والو، بما ان علاقتهم تقطعت بشكل نهائي. البوليس سولوها علاش تفارقوا، قالت لهم باللي ما تفاهموش على بزاف ديال الحاجات، وعباس كان عصبي وكيغير عليها بزاف، والقرار ديال الفراق جا من بعد من عندها هي، لانها ما بقاش متحمله الضغط ديالو، وكان مأثر عليها حتى على قرايتها، بمعنى ان فاطمه ما كان عندها حتى شي حاجه اللي ممكن تفيدهم في البحث. البوليس وسعوا الابحاث ديالهم اكثر واكثر، ولقاو بان عباس كان واحد الانسان اللي فيه المشاكل وعنده عداوات مع بزاف الاشخاص، كان كيتفلى على البنات سواء العراقيات المصريات من جنسيات مختلفه، كان كيتسلف من عند الدراري مبالغ اللي كبيره وما كيرجعهاش ليهم من جنسيات مختلفه، كان كيتسلف من عند الدراري مبالغ اللي كبيره وما كيرجعهاش ليهم. واش في نظركم ممكن المشاكل بحال هذه تخلي شي واحد يرتكب جريمه بشعه لهذه الدرجه؟ الدراري اللي كانوا كيقراو نتوما كما كتعرفوا في الطب، اغلبيه ديالهم من عائلات اللي محافظه ومستقرين ماديا وباغيين غير يكملوا قرايتهم ومركزين على مستقبلهم، وفي الغالب غيكون عنده شي مشكل مع شي واحد خارج اسوار الجامعه وهو اللي قرر انه ينتقم منه بهذه الطريقه. فالبوليس قرروا انهم يستدعوا فاطمه من جديد ويعاودوا معها البحث، لان كانت مع عباس في علاقه في طبيعه الحال غادي يعاود ليها على المشاكل والعداوات اللي كان عنده مع شي وحدين. استدعاوها عندهم، قالت لهم باللي عباس ما كانش كيعاود ليها على المشاكل ديالو مع الدراري، وحتى هي ما كانش كتسولو، واللي كان كيجمعهم هي القرايه، وانهم كيخرجوا باش يجمعوا ويدوروا مع بعضياتهم، بمعنى انه ما كانوش كيهضروا في المشاكل نهائيا. ولكن اثناء البحث كان واحد الباحث اللي معهم تما متخصص في دراسه لغه الاجساد او لغه الجسد عفوا، اللي قال بان الهضره اللي كانت كتقولها فاطمه كانت متناقضه مع الحركات ديال يديها، وكتبان بانها عارفه شي حاجه ومخبياها. البحث كامل وهي كتحرك رجليها وكتبان بانها متوتره، كان الا كانت ما دايره والو علاش غتخاف، وعلاش غيكونوا تناقضات في الاقوال ديالها، وعلاش غتوتر اثناء البحث. البوليس ضغطوا عليها لكن ما عطاتهم حتى شي معلومه، واصلا ما كان عندهم حتى شي دليل اللي يدينها هي. هادشي اللي خلاهم يطلقوها ويزيدوا يعمقوا الابحاث اكثر، ولكن ماشي في الدائره ديال عباس وصحابه، وانما مع صحابات فاطمه اللي كانوا ساكنين معها في الدار. بقاو كيقلبوا حتى عرفوا باللي كانت عندها واحد صاحبتها سميتها زهره، عراقيه الجنسيه، طالبه في السنه الاولى في الطب، المقربه وكاتمه اسرارها، ساكنه معها، ما كيتفارقوش مع بعضياتهم وكانوا بحال الخواتات. البوليس ملي استدعوها وجات عندهم المركز وبداو كيبحثوا معها، اول حاجه سولوها عليها هي علاقه فاطمه بعباس، وهنا قالت لهم بانها اصلا ما عارفاش باللي فاطمه كانت معاه في علاقه، وهادشي كيبين بان زهره كانت كتكذب، لان الجامعه
كاملة كانت عارفة بعلاقتهم. قالوا لها واش انتي صاحبتها وقريبة ليها وساكنة معاها وفي بيت واحد وما عارفاش هادشي؟ هاد المعلومة هي اللي خلاتهم يشكوا بأن زهرة عارفة شي حاجة اللي مهمة وبأنها هضرات بهاد الطريقة باش تخبي شي سر اللي كبير. قالوا لها شوفي، حنا مستعدين نوفروا لك الحماية كشاهد بشرط انك تعطينا جميع المعلومات اللي كتعرفيها، ولكن الا نكرتي ومن بعد عرفنا باللي راك كنتي عارفة شي حاجة اللي عندها علاقة بالجريمة فكوني على يقين انك غتقدمي المحاكمة على اساس انك تسترتي على جريمة وما قدمتيش المساعدة للسلطات. هنا زهرة خافت على راسها، واصلا كتشوف بانها ما رابحه والو. والديها صيفطوها من العراق حتى لمصر باش تقرا وتصدق مدخله راسها في مشاكل كبر منها وخاسره قرايتها ومستقبلها وداخله للحبس، وهادشي كامل على وجه الصداقه. عرفت بان الموضوع ما كيستحقش وقررت انها تعاود ليهم كاع داكشي اللي عارفاه. قالت لهم بانه في النهار اللي وقعت فيه الجريمه فاطمه دخلت للدار وهي معطله، وجهها كان صفر وكانت بارده وحالتها غير طبيعيه. سولتها مالها، ما بغاش تجاوب لي. خافت لا تكون وقعت لها شي حاجه. ملي قربت عندها لاحظت بان الشال ديالها اللي كان اللون ديالو ابيض كان فيه بقع ديال الدم، وماشي غير شالها حتى حوايجها، وبقع اللي كثيره وكبيره. في الاول ظنيت باللي شي واحد تعرض ليها في الطريق في الزنقه وحاول انه يتعدى عليها. عنقها تعرض ليها في الطريق في الزنقه وحاول انه يتعدى عليها عنقها. وكنت خايفه عليها وبديت كنسول اشنو وقع ليها. هنا فاطمه عاودت ليها الحقيقه، قالت ليها بانها قتلات عباس وانتقمت منه. زهره حست بالخوف، سولت فاطمه اشنو وقع بالضبط، ولكن هي ما بغاش تعاود ليها. قالت للبوليس بان في هذيك اللحظه خافت من فاطمه وقالت مادام السيده ارتكبت جريمه وقتلت فممكن انها تآذيني حتى انا. هادشي علاش ما درتش بساحتها من هذيك الليله. والنهار الاخر في الصباح جمعات هي حوايجها وخرجات الدار. ملي كنهضروا على زهره صاحبتها لانه ولات كتخاف من فاطمه وما بقاش قادره انها تعيش معها في دار وحده. البوليس سولوها واش كتظني بانه كاين شي شخص اخر اللي ارتكب مع هذه الجريمه، لانه حسب نتائج التشريح الطبي بان الجريمه غالبا ارتكبت من طرف شخصين، نظرا لان الطعن الناس ومن جوج اماكن مختلفه بحكم عمق ديال الموس اللي كان مختلف، وحتى القوه كانت مختلفه ديال الطعانات. كانت طعانات قويه وطعانات ضعيفه. قالت لهم باللي هي قالت لي بان وحدها اللي قتلاته، ولكن في هذيك الليله سمعتها كتهضر مع واحد الشخص اللي كانت كتعيط ليه فاروق. البوليس سولوها واش كتعرفي شي شخص بهذا الاسم؟ قالت لهم فعلا في لافاك كاين معنا واحد الشاب سميتو فاروق اللي كيقرا في السنه الثانيه واللي كان مره كيراجع معنا، ولكن واش هو نفس الشخص اللي كانت كتهضر معاه ام انه شخص اخر انا ما عارفاش. وحاليا البوليس عندهم معلومات اللي جد مهمه واللي كدين فاطمه وكتورطها في الجريمه، وعاودوا استدعوها من جديد واجهوها بداكشي اللي قالت لهم الصديقه ديالها زهره، لكن هي بقات ناكره علاقتها بالجريمه. خداو ليها التليفون ديالها قلبوه، هنا اكتشفوا بانها ماسحه جميع المكالمات ولي كونفرساسيون ديال الواتساب اللي كانوا عندها مع داك النيه. قدروا انهم يسترجعوا هذه المعلومات كامله ولقاو بانهم فعلا كانوا كيتواصلوا في تفاصيل الجريمه اللي ارتكبوها. يعني المعلومات اللي عطاتهم زهره كانت كامله صحيحه. البوليس واجهوها بهذه الادله وهنا ما بقى عندها فين تنكر، وبدات كتعاود لهم كيفاش وقعت الجريمه. وقبل ما ندخلوا في التفاصيل اجيو نتعرفوا على فاطمه شكون هي. تزادت في العراق وسط واحد العائله محافظه، والديها كانوا ميسورين ماديا، كانت كتقرا مزيان، كانت كتجي مع الاوائل، عاشت طفوله طبيعيه. والديها كانوا مهلين فيها مفشينها كيفتخروا بها وسط العائله. من بعد ما خلات البكالوريا وكانت هي الاولى في الدفعه ديالها، دفعت الجامعات ديال الطب في مختلف الدول العربيه، والجامعه الوحيده اللي هزتها هي جامعه عين شمس اللي كانت في القاهره. والديها في الاول ما كانوش باغيين يصيفطوها، ولكن الام ديالها هي اللي قنعت باها وفي الاخير وافق انه يصيفطها. ملي مشات لمصر تلاقات مع البنات والدراري اللي حتى هما من العراق، تكونت بينهم صداقه، خصوصا الطلبه ديال المستوى الاول اللي كانوا كيقراو معاه. ولكن من بعد ما تعرفوا على شي طلبه اللي كانوا كيقراو في السنه الثانيه اللي كانوا كيعاونوهم ويشرحوا لهم ويتلاقاو معاهم دائما، ومن ضمنهم كان عباس وفاروق اللي كان كيتعامل مع فاطمه بطريقه زوينه ومهتم بها، كيعاونها في قرايتها،
الا وقع لها شي مشكل هو اللي كيوقف معاها. كانت عنده شعبيه في الجامعه، والبنات ديال السنه الاولى كانوا معجبين به. كان واحد الانسان اللي معروف عنده شخصيه قويه وكيقرا مزيان، وبعيدا عن المشاكل اللي كان كيديرها هو واللي كانوا هما اصلا ما عارفينهاش. حتى فاطمه كان كيعجبها عباس، كان مهتم بها، النظرات ديالو ليها كتبين فعلا كان معجب بها. هادشي اللي خلاها تتعلق به وتبغيه. ونهار صارحه وقال لها باللي باغي يدخل معها في علاقه، فاطمه وافقت من اللحظه الاولى. وكان هذا انتصار كبير بالنسبه ليها. البنات صحابتها كاملين كيعجبهم، وفي الاخير اختارها غير هي من دون البنات. وعلاقتهم تطورات وفي مده وجيزه، لدرجه انهم كانوا كيخرجوا من الحصص ديالهم، كيتلاقاو، كياكلوا مجموعين، كيراجعوا مجموعين، ما كيتفارقوا حتى كيدخلوا لديورهم. الامور كانت غاده مزيانه. عباس كيحترمها وموعدها حتى بالزواج، وكيقول لها باللي من بعد ما يتخرج يتقدم لها عند العائله ديالها. فعلاقتهم في الجامعه كانت كامله، او الجامعه كلها كانت عارفه. واللي يضرب هادشي كامل في الزيرو، وغادي تصرا واحد المنعرج في العلاقه ديالهم، هي ان واحد النهار فاطمه مشات معاه للدار لان اصحابه ما كانوش معاه، ودخلت معاه في علاقه غير شرعيه اللي تعاودات بزاف المرات، وفي الاخير فقدت العذريه ديالها. هضرات مع عباس، قالت لي باللي في اقرب عطله خاصو يمشيو بجوج بيوم للعراق، وخاصو يخطبها من عائلتها، علاقتهم رسميه، وضمن بانه ما كيتفلاش عليها. ولكن عباس ما بغاش، وقال لها باللي عائلته الناس اللي على قد الحال وما في حالهمش. فاطمه قالت له بان عائلتها ميسورين ماديا وغيعاونوهم وغيوقفوا معاهم، وما كتسناش منه لا صداق لا جهاز لا والو، يكفي انه يكون عنده وعده ويتزوج بها. باها وخوتها راهم صعاب، الا ساقوا الخبار بان فقدت شرفها يقدروا انه يقتلوها ويصفيوها ليها. في الاول كان غير كيماطل وكيأجل الموضوع، ولكن من بعد ما بقاش كيجاوب على لي زابيل ديالها، وكيطلع عليها غير في، كيتجاهلها، كيهضر مع البنات وما مسوقش ليها، مع العلم انه من قبل كان كيغير عليها بزاف وما كيخليهاش تهضر مع الدراري. وفي نفس الشيء بالنسبه لها هي كانت مانعه انه يهضر مع البنات او يراجع معاهم. ولكن ملي وقع هذا المشكل ولا كيتجاهلها وكيدير كاع داكشي اللي ما كانش كتبغيه. ومع ذلك فاطمه كانت مصره لدرجه انها كانت كتيه قدام الدار، وحتى ملي كيكون خارج من الحصص ديالو كتلقى ليه وكتبقى تحكر عليه باش يلقى ليها حل ويتزوج بها. وفي واحد النهار واجهها، قال لها بانه ما بقاش كيبغيها او كيتيق فيها، والبنت اللي كتخون ثقه والديها اللي تعذبوا عليها وتاقوا فيها وصيفطوها بوحدها باش تقرا، ممكن انها توقع منها اي حاجه. زائد انه باغي يتزوج بشي بنت اللي تكون من عائله محافظه جالسه في الدار ما خدامه ما والو، ويكون هو اول واحد في حياتها. فاطمه بدات كتبكي وقالت ليه باللي ما عمرها ما دخلت مع شي واحد في علاقه قبل منه، ولكن هو كان مصر على القرار ديالو، وقال لها باللي هي ما كتعني ليه والو وما كيتيقش فيها، ومستحيل انه يتزوج بوحده بحالها. طيح منها وسبها وطعنها في شرفها، وخا داكشي كامل دعسات على كرامتها، وكانت دائما كتمشي عنده وتبقى تطلب فيه، وكان كيقمعها وكيتفيه، وكان كيقمعها وكيتعامل معها بطريقه اللي خايبه، وهددها انه غيفضحها في الجامعه، وكيقول لهم بان دخلت وغادي قال لها غنقول للناس او الطلبه بانك دخلتي معايا في علاقه غير شرعيه الا ما بعدتيش مني. هادشي اللي خلاها ترجع للور، وحتى هي ما بقاش كتهضر معاه. فاطمه حست بالشمته بان عباس استغلها، وفي الاخير قلب عليها، مع العلم انه من قبل كان موعده بالزواج، وهادشي هو اللي خلاها تفكر انها تنتقم منه. كانت عارفه باللي كانوا عنده مشاكل مع فاروق، وهو نفسه اللي لقاو البوليس المكالمات ديالو بان كانت كتهضر معاه في الواتساب. عباس كان كيتسلف من عند فاروق، وتسلف من عنده واحد مره مبلغ كبير باش خدا بيه واحد البيسي اللي غيعاونو في القرايه ديالو، وكان موعد انه غيرجع ليه فلوسه من بعد شهرين، يعني من بعد ما ياخذ لا بورس. ملي وصلت الوقت اللي كانوا متفقين عليه على انه غيرجع ليه رزقه، نكرو قال لي باللي اصلا ما كاينش شي وثيقه اللي كتثبت بانه سلفه، وجاه من الاخر وقال له جري طوالك، والسنتيم هو الاخر ما غاديش تشوفه من عندي. فاروق بقى فيه الحال، ومن ثم تقطعت علاقته مع عباس، واخا كان ولد بلادو وحتى هو كان عراقي، وبجوج بيهم كانوا كيقراو في الدوزياماني،
وكانوا صحاب. عباس كان قبيح وما كيعقلش على بنادم. فاروق ماشي هو اول واحد كيتسلف من عنده وما كيرجعش ليه فلوسه. ايوا فاطمه كانت عارفه المشكل اللي كان ما بين عباس وفاروق، وقررت انها تستعن به باش تنفذ الخطه ديالها. مشات عنده عاودت ليه كل شيء، وقالت ليه بلي عباس تفلى عليها وبانها فقدت شرفها معه، وقالت له بانه مستعد تدخل معه في علاقه غير شرعيه مقابل انه يعاونها باش تنتقم من عباس. والحاجه المهمه واللي خاصكم تعرفوها بان فاروق كان كيبغي فاطمه، وكان هو اول واحد حاط عليها العين قبل من عبد وراه وهدر معها ودخل معها في علاقه. يعني ما خلاش له اصلا فرصه انه يكون هو الاول اللي غيهضر معه، بمعنى انه دا ليه رزقه ودا ليه حتى البنت اللي كان كيبغيها. مشات عنده عاودت ليه القصه ديالها مع عباس، وبانه تفلى عليها فقدت العذريه ديالها معاه وما بقاش باغي يتزوج بها، وهو اللي قطع علاقته معها. قالت له بانها مستعده تدخل معه في علاقه غير شرعيه مقابل انه يتعاون معها باش ينتقموا من عباس. قال لها بانه ما بقاش كيبغيها وما بقاش كتعني ليه شي حاجه وما باغيش يدخل معها في علاقه، ولكن فاطمه بقات كتلعب ليه بعقله وعمراته ليه بالانتقام. قالت له بان عباس كان دائما كيضحك عليه قدام الدراري وكيقول لهم بانه دمدومه وداري فلوسه، وحتى البنت اللي كان كيبغيها ما خلاش حتى يهضر معها، وجا هو من وراه وداها ليه. المهم انها بقات كتلعب ليه على عقله حتى قدرت انها تقنعه باش بجوج بهم يتعاونوا وينتقموا من عباس. حاولوا انهم يستدرجوه 3 المرات ولكن ما صدقش، مع العلم ان فاطمه ما تحطتش في الصوره، بمعنى ان فاروق هو اللي كان كيحاول انه يتواصل معه. وفي المره الاخرى اللي صدقت لهم القضيه فاروق اتصل به وقال له شوف احنا راه ولاد البلاد، بلاد وحده، ما نخليوش البراني يتشفى فينا. النهار الاول دخلنا الجامعه ديال عين شمس كنا صحاب مع بعضياتنا، وهاد العلاقه ما بغيتهاش تحبس. هذيك الفلوس سيدي انا مسامح لك فيها ومعتبرها غير صداقه، والديك ما فحالهمش، وهذيك لابورس يلا تكفاك تخلص الكرا والمصاريف ديالك. عباس ساق في كلام فاروق، خصوصا من اللي قال لي بانه في هذا النهار عارض عليه وغيتعشاو بجوج وغيمشيو يسهروا مجموعين. وعباس كان كيحماق على شي حاجه سميتها فابور. اتفقوا على البلاصه اللي غيتلاقاو فيها، لان فاروق اصلا كانت عنده الطوموبيل. من بعد ما تلاقاو عباس ملي طلع تفاجئ بان فاطمه جالسه في اللور ديال الطوموبيل. فعوض من انه يعتذر منهم لانه ظلمهم بجوجهم فجمعهم بجوج بهم وبدا كيستهزئ بهم وكيضحك عليهم. قال فاروق انت مكلخ، سلفتيني مبلغ كبير بلا ما تكون بيناتنا شي وثيقه اللي كتثبت بانك عطيتيني داك المبلغ. وقال فاطمه بانه تفلى عليها فقدت العذريه ديالها معه، وحتى هي ما عندها ما تصور من وراه. عباس فعلا كان واحد الانسان اللي مستفز، واخا كان عارف راسو خاطئ كان كيتشفى فيهم. فاطمه قالت لهم باللي ما كانوش ناويين يقتلوه، كانوا متفقين على اساس انهم غير يضربوه ويعذبوه واحد شويه على داكشي اللي دار فيهم. فإذا بك بها كتفاجئ ان فاروق كيجبد واحد الموس من جيبو او كيبدا يطعن في عباس قدامها. بقات غير كتشوف وكتغوت وهي مصدومه، والشارع اللي كانوا واقفين فيه اصلا خاوي وما فيهش الناس. ايوا من بعد ما قتلوه وتاكدوا بانه مات قالت لهم قبل ما نهضر فاروق شد الطريق في هذيك لوطوروت اللي كتواجد في طريق صحراوي واللي كتادي للمدينه ديال مدينه العبور. ملي وقفنا في واحد البلاصه اللي خاويه وما فيهاش الناس وما فيهاش كاميرات، نزل من الطوموبيل، خرج الجثه ديال عباس، خوالي جيوبو، حيد ليه بطاقه الهويه، الباسبور، تليفون، اي حاجه كتثبت الهويه ديالو. لاح الجثه ديالو في جنب الطريق ورجعنا للطوموبيل ووصلني للدار ومشى في حاله. ايوا هنا البوليس غادي يعيطوا لفاروق اللي غادي يعاود لهم نفس التفاصيل اللي عاودت لهم فاطمه، غير هو غادي يقول لهم بانه ماشي هو اللي قتلو بل فاطمه هي اللي غفلاته وضرباته من اللور، لان كانت باركه في المقعد الخلفي فهي اللي ضرباته من اللور وبقات كطعن فيه حتى مات. ولكن من خلال التشريح ومن خلال التقرير الطبي بان بان هنا بجوجهم مشاركين، لان الطعنات كانوا من اللور وحتى من القدام، يعني من جانب فاروق ومن الخلف فاطمه. والعمق ديال الطعنات كيبين ان هناك طعنات خاصه بفاطمه وطعنات خاصه بفاروق. مهم ان التهمه ثابته عليهم وتم تقديمهم العداله. وهنايا الاب ديال
ديال العباس طالب بأن المحاكمة تتم في مصر وماشي في العراق، بحكم أن المتهم أو متهمين بجوجهم عراقيين والضحية عراقي، فكان ممكن أنهم يتحاكموا في العراق. ولكن هنا قال لهم بأنه إلا مشات القضية للعراق غادي يدخلوا ناس أخرين وغدور فلوس ومحسوبية وغادي يقدر شي واحد فيهم يفلس. فهنا السلطات المصرية قررت أنها تحكم عليهم في مصر، وتم الحكم عليهم بالإعدام، وتم تأييد حكم الإعدام في 10 دجنبر 2024. والعبرة اللي عندنا من هذه القضية هو أن الوليدات اللي كيمشيو يقراو يديوها في قرايتهم، البنات اللي كيمشيو يقراو يديوها في قرايتهم، ودوك العلاقات غير الشرعية فنهايتها دائما كما كنشوفوا هاد الجرائم كتكون مأساوية وكتكون لا تبشر بالخير. إنسان يقاد راسو ويحاول يقرأ ما ينفعو. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.